السلام عليكم. انا في اعتقادي المتواضع المغرب ان شاء الله باذن الله عز وجل اليوم ضد الكاميرون غادي يربح ب2-0 او 3-1 ان شاء الله. ولكن باش نحققوا هذا الهدف خصنا اليوم حنا كمتتبعين كمحبين للمنتخب الوطني لاسود الاطلس خصنا نتشبعوا بواحد الثقافه اللي كنسميوها الاختصاص ديالي بكل تواضع ولا كنسال الله لو ماناجمنت دي زوبجيكتيف. اليوم في هذا الظرف اللي كنعيشوه دابا حنايا خاصنا حنا كمواطنين نتشبعوا بهذه الثقافه ديال تحقيق الاهداف، نساو لا كريتيك، نساو الخبايا ديال الاشياء، نساو التحليلات، نساو التوقعات، نركزوا على لا جيستيون ديال لوبجيكتيف ديالنا. شنو هو الهدف اللي خصنا ندبروه في هذه اللحظه هذه؟ واننا خص الكاس باذن الله عز وجل تبقى في المغرب ونفوزوا بكاس افريقيا وتكون ثاني كاس افريقيا اللي غادي يحققها المغرب ان شاء الله باذن الله عز وجل. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما. باش هاد الشيء يتحقق خصنا حنا كمواطنين نساو لا كريتيك نيجاتيف، اي النقد السلبي. خصنا نكونوا ايجابيين. باش تكون ايجابي خصك تمتع بما يسمى بلي سورس دو موتيفاسيون، اي انك خصك تسلح بواحد الاليات اللي انت كتخلي هذاك اللاعب كيحس بها وكتوصلو. ملي كيوصلوه هذوك الاليات التحفيزيه هو منسوب الثقه كيطلع عنده. وملي كيطلع عنده منسوب الثقه، غنفرضوا واحد اللاعب انت ما عجبكش ما متفقش عليه، ربما ما كيلعبش فرقته الى اخره، هادشي كلشي خصنا ننساو. خصك انت دابا توصل ليه هاد منسوب الثقه باش ملي يدخل يتقاتل يتعاض وتبان ليه غير كاس افريقيا اللي خصها تبقى في المغرب. دونك كنتمنى من الله عز وجل اننا كنا اليوم نكونوا ايجابيين ونساو السلبيات حتى نحققوا الهدف، هو الفوز بكاس افريقيا للمره الثانيه في تاريخ المغرب. وان شاء الله غادي ننتصروا ب2-0 او 3-1، والله اعلم. وصلوا وسلموا على الحبيب عليه الصلاه والسلام في هذه الجمعه. اعانكم الله وبالتوفيق باذن الله عز وجل المنتخب الوطني.